الجو حر وطبعا عايزين حاجة ترطب علينا، مفيش غير الايس كريم المانجا والشوكولاتة اللي هيظبطوا معانا الدنيا. هنعملهم بأبسط طريقة بأبسط المكونات وبكل سهولة. في البولة بتاعتنا هننزل بنص كوباية من الكريم شانتيه، نص كوباية من السكر البودر، وبنفس الكوباية هعاير كوباية من اللبن واحطها في الفريزر لحد ما تتلج معايا عشان تسهل معايا الضرب وتديني القوام المناسب. او ممكن تستبدلي اللبن بالمية عادي ومفيش اي مشكلة. هنضربها كويس اوي، نفضل نضرب فيها كده لمدة 7 دقايق 10 دقايق لحد ما القوام بتاعنا ينفش معانا. مش عايزاه تقيل، عايزاه خفيف شوية، يعني ما يبقاش تقيل قوي كاني هزين بيه تورته، لا اخف شويه بالقوام اللي قدامك ده. وبعد ما يوصل معايا بالقوام المظبوط هقسمه على بولتين، يعني اجيب بوله تانية واحط فيها نص الخليط اللي انا عملته. شايفين قوامي عامل ازاي؟ هركنه بقى على جنب واجيب الخلاط بتاعنا احط فيه نص كوبايه من السكر، نص كوبايه من الكاكاو الخام، ربع كوبايه من الزيت الذره عشان ما يعملش ريحه، نص كوبايه من اللبن. وبعد كده هضربهم في الخلاط، هيعمل لي احلى صوص شوكولاته اقتصادي، طعمه حلو قوي ولذيذ وسهل وسريع، مش هيكلفك اي حاجه وقوامه مظبوط. ولو تقيل قوي معاكي خففيه بشويه لبن او ميه لو مش عندك لبن. وبعد كده هركنه في التلاجة. وبعد كده هجيب منجاية هقشرها من القشر بتاعها كويس قوي، تكون من الفريزر ما تبقاش فريش، او لو هتعملي بطعم الفراولة او اي فاكهة تكون من الفريزر ما تبقاش فريش خالص، لا تحطيها في التلاجة تجمد كويس وبعد كده تطلعيها. هقشر المانجايه بتاعتي كويس قوي من القشر بتاعها، واحاول احافظ عليها متلجه، طبعا احنا في الصيف هنعملها بسرعه. وهقطعها عشان تبقى سهل معايا في الضرب في الخلاط، وما يبقاش تقيل على الخلاط عشان طبعا مجمده وتتضرب بسهوله. عشان احنا عايزين قوامها لما تضرب في الخلاط تبقى تقيله قوي ما تبقاش خفيفه، يعني مش عايزه ازود لها اي حاجه، ولو هضطر ازود لها حاجه بسيطه. عشان القوام اللي هضيفه على الكريم شانتيه لازم يبقى تقيل مش خفيف خالص. هقطعه مكعبات بالشكل اللي قدامك ده زي ما قلت لك عشان يبقى خفيف معايا في الضرب، وهحطه في الخلاط واضربه لحد ما يوصل معايا بالقوام ده. تقيل. والمانجا لما تعمليها في الصيف ما تركنهاش ابدا، لا اضربيها وحطيها على الخليط على طول عشان ما تحمضش. وبعد كده هنزل بالمانجا اللي انا ضربتها على نص الخليط اللي انا عاملاه واضربه بالمضرب الكهربائي عشان اتاكد كويس ان المانجا والكريم شانتيه اختلطوا مع بعض، مفيش حاجه منفصله او مش مختلطين كويس مع بعض. هضربهم لمدة دقيقة مع بعض، وكل شوية بعد ما تضربيهم لم الجوانب عشان ما يبقاش في حاجة مش مدموجة كويس. بعد ما هضربهم كويس قوي بالمضرب الكهربائي بالشكل اللي قدامك ده، شوفوا اللون اتغير ازاي وبقى لونه اصفر زي اللون المانجا عادي. لو عايزه تعززي اللون اكتر وتخليه برتقاني اكتر تقدري تجيبي لون طعام من العطار، ده عادي صحي يتحط على الاكل، وتحطي نقطتين مش كتير هيعمل معاكي لون برتقان قوي. بعد كده هجيب علبة ناشفة ما فيهاش اي نقطة مية، انزل عليها بالخليط اللي احنا عملناه واغطيها واحطها في الفريزر. بعد كده بقى اجيب النص التاني اللي انا عاملاه، هنزل عليه بالصوص الشوكولاته الاقتصادي اللي احنا عاملينه بكل سهوله بابسط طريقه. عايزه اقولك ان الصوص ده تقدري تستعمليه في اي نوع حلويات، طعمه حلو قوي، كريب زلابي اي حاجه براحتك. وهضربه برضو بالمضرب الكهربائي بالشكل اللي قدامك ده، بصي شكله اتغير وبقى شكله حلو ازاي. عايزه اقولك طعمه حرفيا زي بره بالظبط، ما شاء الله طعمهم حلو قوي زي اللي انت بتشتريه من بره بالظبط. موفر وسهل وسريع، مش هيكلفك اي حاجه، وتقدري تعملي كميه، وممكن بدل ما تعملي نوعين تقدري تعملي نوع واحد ويوفر معاكي في كل حاجه. كده انا بلم الجوانب البيضة اللي هي الكريم شانتيه من على الجناب عشان اخلطهم كويس قوي مع بعض مع صوص الشوكولاته. لو احتجتي صوص شوكولاته تاني تقدري تضيفيه، بس عايزه اقولك ان ما شاء الله الكميه دي عملت وخلت الطعم قوي قوي. هضربهم كويس قوي بالمضرب الكهربائي زي المانجا عادي. وبعد كده هجيب العلبة بتاعته واحطه في الكريم شانتيه او الايس كريم الشوكولاته بتاعنا في قلب العلبه دي، واغطيه برضو واسيبهم في التلاجة ما اقل حاجه 6 ساعات. طبعا عشان في الصيف فهياخدوا وقت اكتر، ممكن من 6 ساعات ل10 ساعات في الفريزر، مش في التلاجة لا في الفريزر، لحد ما يجمدوا معانا.
انا عايزه اقولك ده بعد 7 ساعات، وكانوا يعتبر بداوا يجمدوا، ما جمدوش. او عايزه اقولك طعمهم حلو قوي ولذيذ، وزي اللي انت بتشتريه من بره بالظبط. لو مش عندك البوله اللي بتطلع الايس كريم نفسه، عادي طلعه بالمعلقه. ما كانتش عندي وطلعت بالمعلقه. عايزه اقولك بقى ان انت تقدري، مش حابه تحطي تعملي طعم المانجا او الشوكولاته، تقدري تعملي بالفانيلا او فراوله او اي نوع فاكهه، بس تضربيها في الخلاط وبعد كده تحطيه عليها. والمهم الفاكهه اللي انت تضربيها تبقى مجمده، وتتحط في الفريزر لحد ما تجمد عشان تديني قوام تقيل. وبس كده خلصنا. متنسيش تشتركي في القناه وتعملي لايك وكومنت حلو زيك. عاوزين نوصل 1000 مشترك قريب ان شاء الله. باي باي.